نسعى في الحياة اليوم إن أهلا بحضراتكم معانا تبقى من أماكن مختلفة، نفتح مع حضراتكم نوافذ وشبابيك جديدة نطل منها على عالم مختلف. مش من المعتاد إن احنا نكلم حضراتكم من المكان ده، ومش من المعتاد إن أي كاميرا مصرية أو عربية تبقى في المكان ده. يمكن ده اللي بيخليني أبقى فخور وأنا بقول لحضراتكم مرة تانية لأول مرة كاميرا عربية أو مصرية على الإطلاق تدخل إلى بنك معلومات العالم، إلى المقر الرئيسي لشركة جوجل. من الممكن لزائر الولايات المتحدة الأمريكية إنه يقطع تذكرة ويدخل البيت الأبيض، لكن ده صعب جدا إنه يحصل في هذا المكان في جوجل. الكلمة اللي بيقولها الألماني والإنجليزي والفرنساوي والعربي والباكستاني كلهم بيقولوها بنفس الطريقة، لكن كل يدخل ليبحث عن معلومة مختلفة. ممكن ندخل نبحث عن أغنية حب، ممكن ندور عن قصيدة، لكن كمان البحث أكيد عن كلمة ثورة، والبحث أكيد عن كلمة حرية. النهاردة نفتح مع حضراتكم هذه البوابة إلى عالم لم يتابعه مصري من قبل، إلى ما يحدث داخل أهم محركات المعلومات وأهم بنك في العالم لهذه المعلومات فقط لمشاهد الحياة اليوم. دعنا نبدأ بالليكويد جالاكسي، وهو ما نسميه مشروعات 20%. يقوم موظفو جوجل باختيار يوم من أيام العمل يفعلوا فيه أي شيء أو يعملوا في مشروع غير عملهم الأصلي. بعض مهندسين أخذوا برنامج جوجل إيرث ووضعوه في هذه البيئة ثلاثية الأبعاد. يعني كان هذا أساسا هو جزء من وقت فراغهم. بالضبط، لم يطلب أحد منهم ذلك ضمن وظيفتهم، ولكنه كان مجرد فكرة لتطبيق تكنولوجيا جوجل. سنبدأ من أهرامات الجيزة التي وضع صورها مصممون، وننتقل مباشرة إلى مدينة الإنتاج الإعلامي حيث مقر شبكة تلفزيون الحياة. هي رائع. في الحقيقة هذا هو الاستوديو. أعتقد أنه في مكان ما هنا. هو هنا. رائع. وهذه تكنولوجيا متاحة للجميع، وهي مفتوحة بحيث يمكن لأي شخص أن يعدل فيها، ولكن يتم مراجعة الصور بالكامل كل 2 أو 3 سنين. ونتعامل مع موردين من شركات الخرائط حول العالم حتى نستطيع تعديل أي بيانات وتحديثها بسرعة. من يقدم الخرائط؟ نعمل مع عدة جهات وشركات، منها على ما أظن شركة اسمها GUI، ونحن نضع الصور على برنامج جوجل إيرث، وبالتالي يمكن لنا أن نذهب من هنا لأي مكان. لكن من قرر أن يضع هذه الشاشات في هذا المكان تحديدا؟ فريق ليكويد جالاكسي، ولم يخبرهم أحد بمكان وضعها أو بنائها. هم تابعوا إمكانات البرنامج واقترحوا استخدامه بهذا الشكل. هل لديكم أي نماذج أخرى منتشرة في مكاتب ومباني جوجل؟ نعم، وموجودة في كل بهو رئيسي لمباني جوجل في لندن وفي نيويورك. هذه هي نفس التكنولوجيا التي نراها أو التطبيقات التي نراها على التليفونات الحديثة. صحيح. نعم، لأنه لدي نفس الصورة. هي أفضل خدمة تقدمها جوجل إيرث على الإطلاق. سوف نركز على القمر وحنشوف صور الهبوط على القمر. ويمكن لطلبة المدارس التعرف على أبحاث العلماء الخاصة بأبحاث الفضاء وخريطة استكشاف القمر، وده باختصار برنامج ليكويد جالاكسي. So that's how far it went. Yeah, exactly. And came back. Okay. Yeah. تم تصميم مركز جوجل كمباني الجامعات الأمريكية المفتوحة، حيث نعمل وندرس وننظم كثير من المناسبات حتى الفنية منها. سمعت أن ليدي جاجا حضرت إلى هنا. نعم، جاءت في شهر مارس الماضي وغنت، وتحدثنا عن الاستفادة من عرض أغانيها على اليوتيوب. ما هو متوسط الأعمار هنا؟ الأعمار متفاوتة ومن الشباب نسبيا، لأننا نتعامل مع كل المراحل السنية.
So this is one of our rotating galleries. We have Googlers. هذا المعرض الصغير لعرض صور الفنانين الذين جاءوا إلى جوجل وهم استفادوا من التواجد كما استفدنا نحن بدعم كل أنواع الموسيقى. Who decides on having ولكن من صاحب قرار عرض هذه الصور في هذا المكان؟ It's really just the Googlers come up with it themselves. They'll email and say like, "Hey, I have these pictures. I've been taking a lot of shots at our concerts. Is there any?" العاملون بجوجل أنفسهم قالوا إن لديهم الصور ويرغبون في مكان لعرضها. Okay. And the interesting part about the musicians at Google program is we invite these speakers to come and then we'll record their talk. هذا أيضا نفس المكان الذي يأتي فيه الفنانون عند زيارتنا هنا في هذه القاعة، ونحن نضع كل هذه النشاطات على اليوتيوب. 2 or 3 years. I heard تحدثت أنت من قبل عن فكرة 20% بعيدا عن الوظيفة الأساسية، صحيح، أعمل الآن فيه منذ 3 أعوام. وتحول الآن لعملك بنسبة 100%. Talks and there's a worldwide network of. فعلا نستضيف الكثير من الأحداث هنا، وهناك متطوعون من موظفي جوجل ومن الخارج في كل مكان حول العالم. وجاءت فكرة التفرغ لها مع زيارة ليدي جاجا، فقررنا عمل هذا المشروع واختاروني للقيام به. هكذا إذا تحول برنامج 20% إلى 100%. 20% project, I guess. So, and then we'll over here. This is Charlie's cafeteria just before lunch is getting started. هذه أكبر كافيتيريا للوجبات والغداء، هي هادئة الآن لأننا قبل موعد الغداء. الشيء المثير أن كل يوم جمعة يحضر مؤسسة جوجل للحديث مع كل الحاضرين، يتكلموا ويسألهم الموظفون، وممكن أن يكون النقاش حول منتج جديد مثلا. ولكن هل واجهوا أسئلة محرجة؟ أحيانا. عن سياسة الشركة، المكافآت، أشياء من هذا النوع؟ يقدروا يسألوا عن كل شيء، بما في ذلك ليه في مشروب معين مش موجود. from this to that, all the spectrum around. أنا نفسي سألت أسئلة كثيرة لما بدأت العمل في جوجل. الموضوع ده يرفع ثقتك في نفسك عندما تمسك بالميكروفون وتناقش وتسأل. And any idea? ومن هو تشارلي الذي أطلقتم اسمه على المكان؟ So Charlie's actually. كان أحد أكبر الطباخين في جوجل، ثم افتتح مطعمه الخاص ليقدم نفس الوجبات التي يقدمها هنا، ولكن في مقابل مالي، لأن كل الوجبات والأطعمة في جوجل مجانية. But he offers the Google cuisine to paying customers. To paying customers. Okay. That's smart. Huh? Yeah, it was pretty tasty. I went there and the exact meatloaf was the very same. The salad dressing was the same. But here is for free. You pay for it. That's correct. We try to keep this open atmosphere so that way people get to know their coworkers and really spend time in informal settings. I heard Google spends. سمعت أنكم تنفقون حوالي 80 مليون دولار على الطعام سنويا. So I don't know the actual numbers myself, but one thing that we do focus on is sustainable and organic agriculture, so that definitely. لا أعرف بالضبط، لا أعرف الرقم بالتحديد، لكن إحنا بنحاول نقدم كل ما هو صحي وطعام عضوي وطبيعي، ونتعاقد مع أفضل الموردين. With local family farms to work for our vegetables. Where are we heading afterwards? So we're going to actually head to our Google slide. It's one of our most favorite parts of campus. Okay. Now, Sharif, what we have here, go ahead. Yeah, thanks. This is one of our. نحن هنا في مبنى آخر، ولدينا مسابقة دائمة لأفضل استخدام للمساحات العامة في جميع أنحاء العالم. Public space. هنا في المقر الرئيسي لدينا الزحليقة، ونوفر بها الوقت. هي سمة مميزة لنا وتختلف من مكتب لآخر. في مكتب أيرلندا لدينا نموذج للبار الأيرلندي الشهير. في نيويورك لدينا مكتبة بحائط ورفوف سرية تقود لممرات خلفية. And this door will swing around, and you'll find a napping pod. So. مع كل ذلك كيف تراقب سير العمل وانتظامه؟ هو الموضوع كله مرتبط بالمسؤولية الشخصية. معنى أن تكون من أهل جوجل أن تكون مسؤولا وتفعل الأصلح لمستخدمي جوجل حول العالم. فإذا تكاسلت ولم تستفد من كل ما تقدمه المؤسسة فلن تنجح. لدينا رقابة ذاتية وسياسات متابعة أيضا. And internal controls to keep people in line. Well, that's something that we need to. هذا ما نرغب في مناقشته معك أكثر. دعنا نجلس ونتكلم. See somewhere and Okay, discuss cool. that. Cliff, you were talking about being googly. Sure. ما معنى أن تكون جوجلي؟ So it really means different things to different people, but what being googly means for me is making the best. معناها مزيد من الناس من كل أنحاء العالم،
وبالنسبة لي معناه أننا بنحصل على مزايا عديدة من جوجل لتقديم أفضل خدمة لمستخدمي موقع جوجل. وفي الموقع هنا يوجد مواعيد عمل في منتهى المرونة، ويمكنك الدخول بسهولة للمكان والخروج منه أيضا بسهولة، وبذلك يمكنك القيام بأي مشروع في الوقت المحدد. وبذلك أيضا يمكن لفريق عمل جوجل الحصول على إجازاتهم والاستراحة قليلا أثناء العمل. نعم، ولكن أخبرني كيف يمكنك مراقبة تدفق المعلومات ومراقبة سير العمل والأداء؟ Sure. So in that case, Sharif, all of our goals are numeric. هذا ليس معناه أن فريق العمل لا يعمل بشفافية، ولكن معناه هو التأكد من التركيز على طريقة أداء فريق العمل بشفافية أكثر. كم عدد العاملين في جوجل؟ So we have around 33,000 people. لدينا 33 ألف موظف حول العالم، الأغلبية منهم هنا يعملون في المكاتب وفي كل مكان ومن كل مكان، من قلب طوكيو ودبلن ونيويورك وسان فرانسيسكو. It's like in our Tokyo office, our Dublin office, even in our San Francisco and New York offices. But if we are speaking about the global headquarters. ولكن كيف يمكنك التعامل مع موظفين جاءوا من مختلف بقاع العالم وكل منهم لديه ثقافة مختلفة هنا في المقر الرئيسي؟ Well, so what really brings us together, I think, is our use of Google tools. So whether that's doing a video conference with somebody late at night in India or having shared Google calendars, we're all on the same page technologically. لا يهم تعدد الثقافات، كلنا نستخدم التكنولوجيا بإتقان وهو المشترك بيننا، ونتواصل معا بكل الوسائل حتى باستخدام الفيديو كونفرنس لمتابعة أماكن أخرى كمكتب الهند مثلا. وليس مهما من أي ثقافة أتى فريق العمل، ولكن المهم هي كيفية تأقلم فريق العمل مع كل مشروع جديد. To making the best projects. Yeah, but is it easy to adapt? تقول إنه المهم هو التأقلم. أنت بحاجة لثقافة دولية، فكيف توفر ذلك؟ Well, I'd say we do that mostly through our employee resource groups. So it's very easy from the food that we serve to the. نحن نفعل ذلك من خلال مجموعة المصادر الخاصة بنا. لدينا عادات وتقاليد من كل أنحاء العالم، وهذا يسهل العمل مع مختلف الثقافات. I think it makes us do a lot better work. تحدثنا منذ قليل عن مشروع 20%. اشرح لي المزيد عن هذا الموضوع. Yeah, and certainly, Sharif, the 20% program is really geared at making people. مشروع 20% يجعل الناس أكثر تفاعلا مع العمل الذي يقومون به، ويوما بعد يوم تجد فريق عمل جوجل أكثر التزاما مع كل مشروع جديد يعملون فيه، وهذا هو الذي أدى بنا إلى ابتكار منتجات جديدة مثل ليكويد جالاكسي أو الجيميل. هذا يجعلهم أكثر تطلعا لابتكار أفكار جديدة ومشروعات ومنتجات جديدة. ولدينا تقليد خاص بفريق عمل جوجل. أحسن مثال على ذلك هو منذ عدة أشهر أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الدالاي لاما، ولم يتمكن دالاي لاما من مغادرة الهند، لذا اقترح مهندسو جوجل في الهند عمل ذلك على جوجل بلس، وتم إرسال فريق من مهندسي جوجل إلى مقر الدالاي لاما، وتم نقل الحدث عبر جوجل بلس، وبذلك تمكن الناس من خارج الهند من رؤية الحدث. And then they sent people on planes to visit the Dalai Lama and Desmond Tutu, and they set up a Google Plus Hangout, which we broadcast throughout the world, so people could see, our tools, transcend borders. Yeah. سمعتك تتحدث كثيرا عن الهارد ستوب أو مصطلح توقف القلب. ما الذي يعني هذا؟ معنى ده ان احنا عندنا حدث مهم النهاردة، مثلا ندوة عن التأثير النفسي للناحية التعليمية. هناك كلمة ستقال في الساعة 1، وهذا معناه ان هناك اجتماع في الساعة 11:10، ومعناه أنه ينبغي أن تتواجد في الوقت المحدد. عادة يبدأ أي اجتماع في جوجل متأخرا حوالي 5 دقائق، واقترحنا هذا المصطلح حتى يتمكن كل فريق العمل من الحضور في مواعيده المحددة للاجتماعات، وهي تعطي 10 دقائق مهلة لفريق العمل حتى يتمكن من الحضور للاجتماع التالي. وإحنا عادة بنجد سهولة في حضور الاجتماعات في أوقاتها المحددة. We're getting there. Yeah, okay, I don't want your heart to stop going there. Oh, thank you. Thank you very much for being with me it's my today. pleasure. It was Thank you great to very speak much. with you Thank today. Thank you. Thanks.